أرباح اليوتيوب واحدة من الحاجات اللي شاغلة ذهن صناع المحتوى وكل حد عايز يبدأ على اليوتيوب ويبدأ إن هو يخلي المجال ده مجال شغل ليه. فهل أرباح اليوتيوب حلال ولا حرام؟ السلام عليكم، الأخبار عاملين إيه؟ معكم محمد الهوان. النهارده هتكلم عن موضوع شاغل ذهن ناس كتير وشاغل ذهن الناس اللي هي بتصنع محتوى والناس اللي هي عايزة تبدأ على اليوتيوب، إنه هل ارباح اليوتيوب دي حلال ولا حرام؟ في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع ارباح اليوتيوب، ازاي انك تطلع فلوس من اليوتيوب، وهل الموضوع ده حلال وهل هو حرام وهل هو مقسم داخله، هل في جزء منه حلال وفي جزء منه حرام. اول حاجه الربح من اليوتيوب ده بيقسم لثلاث اقسام. اول حاجه الربح من خلال الاعلانات، ودي من الحاجات اللي هي 70% صانع المحتوى بيعتمد عليها، اللي هو الربح من الاعلانات اللي بتيجي على الفيديو. اللي اكتشفناه بعدين ان انت كشخص ما بتاخدش فلوس على عدد المشاهدات اللي بتجيلك. انت عندك مليون مشاهد، بتاخد فلوس على عدد المشاهدات اللي بتيجي على الاعلانات. كم واحد شاف الاعلان ده اللي انت بتاخد عليه فلوس، وده اللي اكتشفناه بعدين. فهل الربح من الطريقه دي حلال ولا حرام؟ الربح من الاعلانات عموما عادي حلال، ما فيش اي حاجه، ولكن الربح من الاعلانات بيعتمد على ايه اللي في الاعلان. وطبعا اقل حاجه بتبقى في الاعلان دي لو ما فيهاش عنصر نسائي فهي بيبقى فيها موسيقى، ده اقل حاجه للاسف الشديد. فانت بتاخد فلوس من الاعلانات اللي بتعرض موسيقى، وكمان ناس كتيره بتشوف الحاجات دي وانت بتاخد عليها فلوس. فللاسف اول طريقه واللي هي اكتر واحده فيهم بتاخد عليها انت فلوس حرام للاسف الشديد. للاسف الشديد. تاني حاجه انت ممكن تاخد فلوس قدام شويه لما المعلنين او الشركات، في شركه مثلا عايزه تعرض عن منتج معين او الكلام من ده، تيجي وتديك المنتج ده وتقول لك اعرض لي عندك المنتج ده، فده انت بتاخد عليه فلوس. وطبعا انت اللي بتختار، يعني انت هنا في موضوع الخيار، هل انت ممكن تعرض لمنتجهم ولا ما تعرضش للمنتج بتاعهم. ولكن الموضوع ده من وجهه نظري انا شايف الموضوع ده قليل. يعني انت ممكن يجي لك اعلان لما توصل لمرحله من المشاهدات ومرحله من المشتركين، فتبدا بقى الشركات ان هي تكلمك وتتواصل معاك انك تعلن لها عن منتج ليها. فالنسبة منها يمكن 30%، يمكن لما توصل قدام بقى، لما توصل لأرقام وتستمر وتاخد فلوس من الحاجة دي. تالت طريقة ان انت تاخد فلوس من الجمهور اللي بيتابعك، انه يدعمك. وزرار اليوتيوب مؤخرا ضاف زر جنب الاشتراك اللي هو الجوين او الانتساب للقناه، ان انت بتدفع فلوس عشان تشوف حاجه ليك انت بس خلف الكواليس، حاجات من كده. وممكن ما تشوفش حاجه، بس مجرد ان انت بتدعم صاحب المحتوى. ولكن الزرار ده ما بيتضافش غير لما برضه بتوصل ان انت تحقق شروط شركاء اليوتيوب، ان يبقى عندك 1000 مشترك و4000 ساعه مشاهده. بعد كده ان انت تفعل الزرار ده عندك. بس انت ممكن لو كنت لسه ما وصلتش ل 1000 مشترك او الكلام من ده، تعمل حساب باي بال وتخلي الجمهور يدعمك. ولكن ده برضه نسبه الربح منه قليله جدا جدا جدا، ممكن ما حدش يدعمك وانت لسه بادئ كمان. نخش بقى على ايجابيات الموضوع ده. ولو انت هتستمر من غير ربح من على اليوتيوب، انت ممكن تبني اسم ليك. يعني انت ممكن تعمل اسم ليك بعد كده، لو مهاره معينه، برمجه او مونتاج او كذا، وتبني اسم ليك. ممكن تبيع بعد كده في المستقبل منتج يكون باسمك. ليه؟ الناس تكون وثقت فيك وهتكون ليك شهره وليك اسم، فهتبيع المنتجات دي بتاعتك انت. ولكن ده استثمار بعيد المدى، يعني المفروض تصبر وتصبر وتصبر كمان. وغير كده موضوع اليوتيوب بياخد منك جهد في فيديوهات على حسب تقل كل فيديو. ممكن فيديو ياخد اسابيع، ممكن فيديو ياخد اسبوع، ممكن فيديو ياخد 3 ايام. انا اقل حاجه اقل فيديو بعمله مثلا ممكن ياخد مني 3 ايام، يوم تحضير وتصوير، وحاطط لنفسي يومين بمنتج فيه. لان انا صراحه جربت لما انا بخلص الفيديو وبعمله كله في نفس اليوم، بحس ان نفسي تنفر من الامر ده، مش عايز اكمل تاني في التصوير. ولكن لما قسمتها على ايام، ده خلى ان انا نفسي مقبله شويه على موضوع التصوير، والموضوع بقى اسهل بالنسبه لي. غير الفيديو اللي بعمله لكم دلوقتي، الفيديو ده في غالبا هيتمنتج وهيتصور وهيتعمل في نفس الفتره. ليه؟ لان انا للاسف اخرت نفسي لليله، المفروض بكره السبت هينزل فيديو، فانا اخرت نفسي للاخر. هتسالني دلوقتي وتقول لي طب ما في يوتيوبر ناس محترمه وكويسه وبتفعل الاعلانات، في مشايخ مفعله الاعلانات، في ناس كتير مش مفعله الاعلانات عادي، يعني بتتربح من اليوتيوب. اغلب الناس، اغلب الفيديوهات اللي شفتها في موضوع هل فيديوهات اليوتيوب دي حرام ولا حلال، كلها عقليا بالعقل لما توزنها تلاقيها ان هي حرام كلها. يعني حاول انك تفكر بالمنطق بس كده، اقف شويه كده وحاول توقف وحاول تفكر بالمنطق. هتلاقي ان فيديوهات واعلانات اليوتيوب التربح منها حرام بسبب اللي فيها، مش بسبب كونها اعلانات، بسبب اللي في الاعلانات. ولكن ممكن الشخصيه الناس بتختلف. ممكن شخص يا عم يقول لك خلاص ما بيفكرش في الموضوع عقليا عشان ما يخش في صراع مع نفسه. ممكن واحد مطنشها. يعني انا اصلا
مش بفكر في الموضوع ومش هتفرق معايا ومفيش لا نفس لوامه ولا نفس ولا ضمير ولا اي حاجه، مش عايز يخش في الصراع مع نفسه. وانا عارف الموضوع ده ممكن يكون صعب، لان في ناس وصلت لملايين وفي ناس ممكن يكون اتجوز وبيصرف على اهله، وده مركز يعني ده زي المصدر الاول اللي بيصرف منه فلوس. في الموضوع محتاج مجاهده منه ان هو يعني يسيب الموضوع. في الفئه الثانيه من الناس اللي هو بيحللها لنفسه، يعني بيجيب اي دليل واي حاجه انه يحلل الموضوع ده لنفسه. وانا مش هكدب عليكم، انا كشخصيا بحاول يعني حد كده يطلع ويقول لك لا ده حلال، ويفسرها لك عقليا كده لا الموضوع ده حلال ومش عارف ايه والكلام من ده. وكل الناس اللي شافت ان هو حرام وبطلت تتمنى ان الموضوع ده يبقى حلال، ان انا اتربح على اليوتيوب، لانك بتصرف فيه وقت كبير جدا بتصرف فيه وقت. ولكن كل الادله دلوقتي، كل الحاجه الدليل الموجود انه الموضوع مش حلال. وانا ما اثقش في نفسي الصراحه قدام، كلنا بنتمنى انه الموضوع ده يبقى حلال. ليه؟ انت شغال من البيت، شغال مش مضطر تسافر تدخل عملتك بالدولار، فانت قاعد في بيتك وبتاخد بالدولار، وشغلك كله بتاخد عليه بالدولار. انت بتعمل شغل برضه، بتعمل شغل مجهود ذهني كبير جدا وبتاخد بالدولار، فده حاجه يا سلام. لا تسافر ولو عايز انت تسافر او كذا، فده انت مش مضطر. فالموضوع صراع. انت شايف الموضوع كانه سهل، ولكن الموضوع صراع. كان انت مثلا اليوتيوب دي حاجه انت بتحبها وعايز تكمل فيها وعايز تربح منها، ولكن الربح منها حرام. والواحد صراحه يعني صعب ان هو يكمل في حاجه وما ياخدش منها ربح. صعب يعني. انا عايز اخد مقابل مادي، مقابل اللي انا بعمله والمجهود اللي انا بعمله والكلام من ده. فهل الموضوع يستاهل؟ هل الموضوع يستاهل ان انا اكمل فيه مجرد بس ان انا بحب اليوتيوب، ان انا اكمل فيه واستنى الاستثمارات اللي هي بعيده المدى دي؟ هل الموضوع يستاهل؟ انا هرمي الكره دي في ملعبك انت. هل موضوع اليوتيوب انك تكمل فيه، لو انت مكاني او مكان اشخاص ناس كتيره تانية، انك تكمل فيه ومعدات التصوير والحاجات دي المكلفه جدا، هل مستاهل ان انت تكمل بدون عائد مادي؟ بس وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من الفيديو ده حاجه، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.